اسمع يا سيدي بعد هذا الكلام، اسمع الآتي: إذا كان الله معك لا يضرك مخلوق على وجه الأرض ولو كان ملكه لعنان السماء. إذا أيدك الله لا يضرك ألسنة الناس ولو لم تسلم من لسان الحيوانات، حتى السباع لو تكلمت عليك. إذا كان الله معك لا يضرك ما قال وما قد قيل وما سيقال. إذا كان الله معك وقذف حبك في قلوب الناس لا يضرك كل من يسعى لتدميرك وتشويهك وتحطيمك في أعين الناس. سيدي رده الله، رد النجاشي على عرشه وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على أخيكم. ونمدح ونقول ملك عادل، لأنه لم يقبل الرشوة أن تؤخذ بسم الله، ولم يستمع لكلام الناس لأنه جرب كلام الناس. سيدي اسمع وانتبه وكن عاقلا، فإن راح الزمان تدور، والله من عدله وإنصافه جعل أن تذوق بما ذوقته للناس، وأن تعلو بما رفعت به قيمة نفسك من حق وإنصاف وعدل. والله جعل عز وجل شانه دائما العقلاء لهم السيادة والريادة. نجاشي لم يتأثر بكلام ولا بمال ولا بجلود ولا بقساوس من حوله، بل خشي على ملكه. لما قال لم يتجاوز هذا العود قام القساوس عليه، لكنه بعدله بقي على ملكه. فسيدي الكريم، إن كنت في طريق وتعلم أن هذا الطريق طريق الله، طريق الإسلام الحق، طريق العدالة، طريق الإنصاف، طريق لنا حق الحياة، لنا حق أن نحيا على الأرض. إذا كنت تمشي في طريق يريده الله لك لا يضرك أحد. إذا كنت تمشي في طريق يريده الله ليس لك، للبشرية، لا يضرك أحد. فارتقي واسمو بسماء المجد واعلو، وارفع رأسك شامخا وتألق لأعلى عليين، وقل ما قاله الله للبشرية. فالله لا يلجم لسان ينطق بما يريد الله.